فضيحة جديدة من فضايح منتخب مصر تحت 20 سنة مع الكابتن أبو توفيق أسامة نبيه. تم استبعاد 4 محترفين على أعلى مستوى تحت 20 سنة. كريم أحمد شباب نادي ليفربول، ثم دوار حمزاوي نادي أوكسير الفرنسي، ثم عمر عبد المجيد نادي هامبورغ الألماني، ثم إسماعيل نادي الأرسنال الإنجليزي. تم استبدالهم ب4 لاعبين من الدوري المصري محدودي الامكانيات، على راسهم محمد هيثم عبد العظيم. صراحه يعني حاله من الاحباط للاعبين تحت 20 سنه، جايبين اسامه نبيه عشان خاطر يظلم اللاعبين للاسف الشديد. مش مشجع منتخب مصر ليه؟ للاسف الشديد اظهار الكراهيه واظهار الالوان من الكابتن اسامه نبيه. طول عمره ابو توفيق للاسف الشديد فساد موجود للرقب في اتحاد الكره وفي المنتخبات، سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي او منتخبات الشباب. للاسف الشديد يعني احنا مستنيين الاخفاق الكبير للمنتخب الوطني، سواء في البطوله العربيه او البطوله الافريقيه، لان منتخب مصر منفصل انفصال تام عن جمهورية مصر العربية. وانا مصمم على رأيي زي ما قلت في احد الله هنشوف هيكون في رد فعل من اتحاد كرة القدم بقيادة الكابتن هاني أبو رضا على استبعاد ال4 اللاعبين المحترفين المتميزين في الدوريات الأوروبية. هنشوف في رد فعل ولا هيكون الصمت المميت داخل الرياضة المصرية.